اسم إلياس شتي متداول بكثرة في منصات التواصل الاجتماعي، والعديد من وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث عنه في هذا المساء، وهو ما كنا نتمنى حدوثه بسبب تألقه في الميدان وليس بسبب قضية تحرش. كتب في ليكيب وأرامسي ولو باريزيان وغيرهم بأن شتي اعترف بأن عملية التحرش حدثت في ملهى ليلي، وإدارة أونجي أكدت صحة ما يتم تناقله وبأنه سيخضع للمحاكمة خلال شهر أبريل المقبل. ربما يكون هذا تفسيرا واضحا لما عجزنا عن الوصول إليه، وإجابة عن التساؤل المطروح حول كيف أنه لم يحجز مكانته ولماذا لم يكن ضمن أفكار مدربه رغم تراجع نتائجهم وعملهم على إيجاد حلول لتحسين الوضع. أسوأ ما يحدث بعد هذه التصرفات الخاطئة وغير المسؤولة هو ذكر اسم الجزائر في سطر واحد مع أمر سيء جدا، والتشويه الكبير الذي أحدثه اللاعب لبلده وأبناء بلده الذين يحلمون بالاحتراف مستقبلا.